ازيكم شباب تانية ثانوي؟ اهلا بيكم في الفيديو التاني زي ما وعدناكم في شرح ليسون 2 منهج تانية ثانوي كيمستري الترم الاول. اول حاجه قبل ما نبدا اي حاجه خالص محتاج اشكركم واعمل لكم قلب كبير جدا جدا، بس مش عارف ما بعرفش اعمله بايدي كده، يعني حاولت ان انا اعمله كتير ما عرفتش، بس هو ايه يعني في قلب اهو الحمد لله. بص اهو وصلنا قلب كبير كده ليكم كلكم على كميه الكومنتس الجميله اللي تفتح النفس اللي انتوا كلكم كتبتوها تحت الفيديو الاولاني. الفيديو الاولاني الحمد لله عجب ناس كتير جدا جدا جدا، والكومنتات اسعدتنا بشكل مش طبيعي. فالكومنتات بصراحه كانت جميله جدا وحلوه جدا، فانا حابب اشكركم بشكل شخصي على الكلام الجميل اللي انتوا قلتوه لنا، واولياء الامور المحترمين اللي بعتوا لنا. حتى والله في كومنتات كده انا عايز ارد بس كده، معلش يعني هاخد من وقت الفيديو شويه، عايز ارد كده على كذا كومنت عشان في كومنتات كده سالت على حاجات معينه. اول حاجه مثلا عندك نوران الخواجه قالت لك شكرا يا مستر جدا على الشرح الانيق، والنبي نزل ليسون 2 في اسرع وقت. ده ليسون 2 يا نوران اهو نزل الحمد لله، طالما نزل دلوقتي او يعني طالما اتفرج عليه يبقى هو نزل فتمام. حد تاني بيقول ما شاء الله عليك يا مستر، شاطر بجد وشرحك جميل. دي ساره عز الدين، شكرا جدا يا ساره، يعني كتر الف خيرك والله، الحمد لله ان هو عجبك. حد تاني مريم مهنا قالت لنا شكرا لحضرتك يا مستر، شرحك ممتاز جدا والله، كنت شايله هم الماده لغايه ما لقيت حضرتك. طب الحمد لله ان احنا وصلنا لكم، ودي اهميه الشير يا جماعه، ان اي حد هيشير الفيديو فهيوصل لحد محتاجه فعلا، وهو ده المطلوب. شكرا جدا يا مريم. في بقى ناس كتير قوي قاعده تشكرنا على الشرح الجميل، شاكرين ليكم كلكم. النوعيه الثانيه بقى من الكومنتس كانت بقى بتتكلم عن الملزمه وعن الكتاب، فحبينا برضو ان احنا في الفيديو ده اقول لكم النظام بتاعنا او احنا نقدر نعمل لكم ايه. كذا حد دخل على الواتساب، ناس كتير قوي دخلت لنا على الواتساب قالت لنا مستر عايزين الشيت اللي حضرتك بتحل منه، وبعتناه الحمد لله لاي حد بعت لنا. طيب بما ان انت محتاج حاجه تذاكر منها، فاحنا فكرنا ان احنا نعمل لك كتاب. الكتاب ده هيبقى فيه المنهج كله، الجزء اللي انا بشرحه والاسئله كمان اللي احنا هنحل منها، يبقى معاك كتاب كامل بتذاكر منه وبتحل منه وفتحه ورايا وبتاخد النوتس بتاعتك. اي حاجه انا بشرحها اقول لك خد نوت هنا، زود ايه هنا، كأن انت معاك كتاب هتذاكر منه في لحد بقى ايه، لحد ما الامتحانات تخلص او لحد ما الترم يخلص. فالكتاب ده احنا هننزله لكم ان شاء الله. الكتاب ده ان شاء الله هيبقى جاهز على الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، يعني قبل الجمعه الجايه ان شاء الله هيكون جاهز. الكتاب ده تفاصيله كلها، هو هيوصل لك امتى، الكتاب بكام، كل حاجه انت عايزها هتعرفها ان شاء الله في بوست هينزل لك على صفحه الفيسبوك. عشان كده اتاكد ان انت عامل فولو للفيسبوك بتاعنا، او هتلاقي اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن، انزل بوست عليه واشترك في الصفحه، عشان هي دي الصفحه اللي هينزل عليها تفاصيل الكتاب. فممكن الكتاب ده تطلبه او تعمل اوردر ويجي لك الكتاب وتتابع معانا عادي جدا كاننا على منصه. بمناسبه المنصات، في برضه كذا حد بعت لنا قال لنا مستر ايه تفاصيل المنصه، بس دول دول ما كانوش على اليوتيوب نفسه، دول بعتوا لنا واتساب ان هم عايزين يشتركوا في المنصه. المنصه دلوقتي قيد التشغيل او جاري العمل عليها، ان شاء الله ممكن تبقى جاهزه مثلا على الترم الجديد. فمن هنا لحد ما تجهز المنصه ان شاء الله احنا معاكم يوتيوب زي ما وعدناكم وزي ما انتم طلبتوا مننا، واحنا ما نقدرش نرفض لكم اي طلب، فان شاء الله احنا معاكم يوتيوب لحد اخر ترم ان شاء الله. وانس ان المنصه تبقى جاهزه على طول هنعلن عنها وهنقول كل التفاصيل اللي انتوا عايزينها. ودلوقتي تقدر تتابعنا على اليوتيوب واعتبر ان هي دي المنصه، حتى تبقى مصلحه ليك، يعني احنا وفرنا عليك ان انت تدفع فلوس في المنصه، وهنديك هنا نفس الشغل بالظبط اللي انت هتاخده على المنصه بكل الحذافير، او يعني هتديك شغل محترم جدا 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 كانك بالظبط على منصه. دي اول حاجه، يبقى احنا كده ظبطنا موضوع الكتاب. والحته بقى بتاعت الحصه الاسبوعيه، عشان برضه في كذا حد سالنا على الحصه الاسبوعيه هتنزل ميعادها امتى. كل اسبوع ان شاء الله يوم الجمعه انتظر حصه المنهج بتاعنا او الحصه الجديده او الليسون الجديد ان شاء الله هينزل على القناه عندنا. فدي كده التفاصيل اللي احنا حابين نعرفها لكم قبل ما نبدا اي حاجه. وتاني مره بشكركم جدا 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 على الشرح الجميل جدا، او شرحي انا الشرح الجميل. بشكركم انتوا على التعليقات الحلوه جدا اللي انتوا كتبتوها لنا، وان شاء الله الدنيا تعجبكم دايما، وان شاء الله
عيلتنا تكبر كده دايما دايما والقناه تكبر بيكم. يلا بينا يا صديقي نفهم كده ليسون 2 بيتكلم عن ايه. ليسون 2 بيتكلم عن جزئين. الجزء الاولاني حاجه كده اسمها الايكويشن بروبلمز او المسائل اللي هيبقى فيها ايكويشن، ودي طبعا مختلفه عن الحصه اللي فاتت. الحصه اللي فاتت ما كانش فيه ايكويشن ولا كان فيه رياكشن، وهنفهم دلوقتي الموضوع ده ازاي. والجزء الثاني بيتكلم عن حاجه اسمها الليميتنج رياكتنت، هنعرف موضوعه كمان شويه وهنفهم كمان شويه هو عايز يقول لنا ايه. تعالى نبدا بالجزء الاولاني اللي هو الايكويشن بروبلمز. يعني ايه ايكويشن بروبلمز ويعني ايه اصلا كلمه ايكويشن؟ تعالى نكتب كده ايكويشن زي بتاعت كده الميه اللي هي 2H2 plus O2 equal 2H2O. اول حاجه الايكويشن دي بتكون عباره عن حاجه وبعد كده ارو وبعد كده حاجه ثانيه. ادي الحاجه الاولانيه، تعالى كده نشاور عليها. الحاجه الاولانيه اللي هي الحاجات دي، الجزء ده اللي هو قبل الارو ده بيسموه ايه؟ بيسموه رياكتنت. يعني ايه رياكتنت؟ يعني بالبلدي كده الحاجات اللي هنحطها على بعض عشان ترياكت مع بعض علشان يطلع لك الناتج الناحيه الثانيه اللي هو هنسميه البرودكت. فكده الايكويشن ده بتقول لك هتحط اكسجين على هيدروجين هيطلع لك مين؟ هيطلع لك الميه. طيب ما هو دلوقتي الاكسجين والهيدروجين اللي هنحطهم على بعض دول لازم يبقوا بكميات، ما ينفعش ايه ندلق دلق، يعني زي كده الوصفه اللي احنا داخلين المطبخ نعملها. فبالتالي اي حد داخل المطبخ يعمل وصفه، فبالتالي هو بيجيب الريسيبي بتاعت الوصفه نفسها. يعني انت عايز تعمل طبخه فبتروح تجيب الريسيبي، بتشوف بقى قد ايه دقيق على قد ايه فانيليا على قد ايه بيكنج باودر، الحاجات دي كلها مش بندلق وخلاص. الايكويشن نفس الكلام كده، كاني داخل المطبخ بس انا داخل اللاب اعمل رياكشن ما بين الهيدروجين والاكسجين عشان يطلع لك مين؟ يطلع لك الميه. مين بقى اللي هيدينا مواصفات الطبخه اللي احنا هنعملها او الرياكشن اللي احنا هنعمله؟ اللي هيدينا المواصفات دي والكميات هي الايكويشن. طب مستر فين الكميات دي؟ الكميات دي هي الارقام دي، شايف ال2 دي وال1 دي وال2 دي، هي دي الكميات بتاعتنا اللي احنا المفروض نستخدمها في الرياكشن. طب مستر الكميات دي عباره عن ايه؟ يعني ايه اليونت بتاعتها؟ مول ولا جرام ولا فوليوم؟ هي مول بالظبط. فالايكويشن بتقول لك ان 2 مول من الهيدروجين لما يجي رياكت هيرياكت مع 1 مول من الاكسجين علشان الناتج يبقى 2 مول من الميه. يعني معنى كده ان دي الكميات اللي انا محتاج احطها على بعض علشان دي الكميات اللي تطلع لي الناحيه الثانيه. طيب هسالك سؤال، احنا بعد كده لما دخلنا نجيب الوصفه بتاعت او الريسيبي بتاعت الوصفه اللي احنا داخلين نعملها، لقينا ان هي دلوقتي الوصفه دي هتطلع لنا مثلا صينيه كيكه قد كده. طب احنا عاملين عزومه وعايزين كميه اكبر، احنا عايزين نكبر الصينيه دي ونعمل كميات قد كده، فبالتالي هنعمل ايه؟ هنزود الكميات اللي احنا حاطينها، بدل ما احنا مستخدمين كوبايه دقيق واحده هنستخدم 2، بدل ما احنا مستخدمين كيس فانيليا هنستخدم كيسين وهكذا. يعني معنى كده ان انا اقدر اضاعف الكميات. يعني انا مثلا لو قررت ان انا احط من هنا 4 مول، هتقول لي خلاص انت كده ضاعفت الاثنين، يبقى الواحد هو كمان هتضاعفه، يبقى ساعتها انت محتاج 2 مول مش 2، مش محتاج 2 مول مش 1 مول، وساعتها الناتج بتاعك هيكون قد ايه؟ هيكون هو كمان الضعف اللي هو هيكون كام؟ هيكون 4 مول. يبقى ده كلام الايكويشن، لكن ده اللي انت عملته تحت وانس ان انت عايز تكون او تكمل او يعني تزود الكميات بتاعتك. اعتقد انت ايه فاهمها، بس انا لسه ما شرحتلكش الموضوع، انا بس ايه بدي لك اكزامبل بسيط على اللي احنا لسه هنقوله كمان شويه. طيب يبقى نطلع كده من كل اللي فات بمعلومه صغيره، ان الكوانتيتيز اللي هتحصل في الرياكشن هعرفها منين؟ هعرفها من الايكويشن بتاعتي. جميل جدا. طيب تعالى ندخل في الموضوع اكتر، وتعالى بالمره نفتكر كده ونعمل ريكاب على الحصه ايه اللي فاتت. طيب تعالى نجيب بس وايت بورد. فاكر يا صديقي القانون ده لما قلنا ان القانون ده قانون مجمع وهيخلينا نحل اي مساله؟ تعالى نفتكره كده عشان النهارده احنا هنحتاجه في نفس الحصه بتاعتنا او بنفس الطريقه اللي احنا ايه هنحل بيها دي. هنا كان بيقول لك ان المول ايكوال ماس ديفايد المولر ماس، وهو ايكوال الموليكيولز ديفايد افوكادروز نمبر، وهو ايكوال الفوليوم ديفايد 22.4. ولو ده اول فيديو ليك او ده اول فيديو تفتحه تشوف الكلام ده وما كنتش شفت الفيديو اللي فات، فانت هيبقى عندك دروب كبير جدا في الموضوع ده. فانصحك ان انت تقفل الفيديو ده وتروح تشوف الفيديو اللي قبله على طول اللي هو ليسون 1، وبعد كده ترجع تشوف ده، لان كل الاساسيات اللي احنا بنتكلم عليها هي موجوده في الفيديو اللي فات مش موجوده هنا. انا هنا بس براجع لك اللي حصل، لكن انت كل الحاجات دي فهمناها الحصه اللي فاتت. طيب هنعمل ايه بقى بده؟ طيب ركز لي بقى كده كويس جدا جدا في الموضوع.
انا هكتب ايكويشن عاديه جدا زي مثلا Na بلس مثلا 2HCl اللي هنا 2 برضو، والناحيه الثانيه هيدينا 2NaCl بلس مثلا H2. دي ايكويشن عاديه. هو دلوقتي بيجي يعمل ايه في المساله؟ بيبقى في دايما unknown في المساله، يعني في حاجه دايما هو بيحاول يحسبها او هو عايزك تحسبها. انا هفترض معاك ان الانون ده كان الماس، فهو جه في المساله قال لي ايه؟ قال لي احسب لي مثلا الماس بتاعت مين؟ بتاعت Na، فده الانون اللي هو عايز يحسبه. طيب لو انا لقيت نفسي كتبت الماس دي، بص لي كده على القانون اللي فوق، مش انت لما بتكتب ماس بيبقى تحتها المولر ماس؟ هتقول لي هقول لك 100 100. يبقى لو انت لقيت نفسك كتبت في المساله هنا ماس، يبقى ساعتها هتكتب لي تحتها المولر ماس. طيب هل كل مره الماس هو الانون؟ لا، ممكن يجي مره يقول لك ان الموليكيولز هي الانون، اقول لك جميل مفيش مشكله، تعالى نكتب هنا كلمه موليكيول. لما يجي يكون الموليكيول هو الانون، ساعتها هتكتب لي تحتيه مين؟ 6.02 ملتبلاي 10 باور 23. مستر انت بتعمل ايه؟ عشان انا مش فاهم. انا بعمل اللي احنا هنعمله كمان شويه في المساله، فانا بس بحاول افهمك الستبس اللي احنا هنمشي عليها عشان لما نيجي في المساله اللي هي كمان دقيقه بالظبط وهنحلها تبقى فاهم انا حطيت الارقام بناء على ايه. يبقى لحد دلوقتي لو الانون بتاعي لو لقيت نفسي كتبت ماس هكتب تحتها المولر ماس بتاعت الحاجه بتاعتي. طب لو لقيت نفسي كتبت موليكيول هتكتب تحتها افوكادوز نمبر. طب مستر انت بتجيب الكلام ده منين؟ بجيبه من القانون اللي احنا واخدينه الحصه اللي فاتت. طيب لو لقيت نفسي كتبت فوليوم بتاع جاز، ساعتها تكتب لي تحتيه مين؟ بالظبط كده 22.4، يبقى انت كده بدات تفهم. طيب لو لقيت نفسي كتبت مول، تكتب تحتيه ايه؟ تنزل تحتيه المول اللي هي دي، يعني من هنا هتكتب لي تحتيه 2 اللي هي ال2 دي. طيب ركزي بقى كده كويس قوي في اللي احنا هنقوله ده. عايزين لون تاني. طيب بص بقى يا صديقي، في حاجه هتعملها فيهم كلهم، ايه هي؟ ان دايما هتنزل لي عدد المول دي هنا. يعني هنا مثلا كان 2 مول، يبقى هتعمل لي المولر ماس ملتبلاي كام؟ ملتبلاي 2. طب ما هو دو كان 2، فبالتالي هتعمل لي ده ملتبلاي 2. طب ما هو ال NaCl 2، فاحنا كده خلاص نزلناها فهتبقى 2 مول. يعني لو لقيت نفسك كتبت مول هتكتب تحتها 2 مول. طب لو لقيت نفسك كتبت فوليوم هتكتب تحتها 22.4 وهتنزل عدد المول اللي هنا اللي هو بالصدفه هيكون ايه؟ هيكون 1. يبقى خلاصه الموضوع عشان هتفهم دلوقتي. اول مساله هحلها هتفهم الموضوع على طول. طيب تعالى كده نتفق على حاجه، يبقى انت هتكتب ماس تحتها مولر ماس، فوليوم 22.4، موليكيولز تحتها 6.02. يلا بينا نفهم بقى هنحل المساله ازاي. انا هنا لحد دلوقتي انا ما فهمتكش حاجه، انا بس قلت لك ايه اللي احنا هنحطه. طيب تعالى بقى نشوف هنعمل ايه. يلا بينا كده نخش على اكزامبل نشوف كده الدنيا هتمشي فيه ازاي. طيب تعالى كده نتفق على حاجه، يبقى انت هتكتب ماس تحتها مولر ماس، فوليوم 22.4، موليكيولز تحتها 6.02. يلا بينا نفهم بقى هنحل المساله ازاي. انا هنا لحد دلوقتي انا ما فهمتكش حاجه، انا بس قلت لك ايه اللي احنا هنحطه. طيب تعالى بقى نشوف هنعمل ايه. يلا بينا كده نخش على اكزامبل نشوف كده الدنيا هتمشي فيه ازاي. يلا بينا بقى صديقي عشان افك لك الطلاسم اللي انت سمعتها من شويه، عشان انا عارف لحد دلوقتي ان انت ما فهمتش اي حاجه، وانا عارف عادي جدا والدنيا تمام. هتفهم بقى في المساله دي. يلا بينا نفهم. اول حاجه، انت لما يكون عندك مساله زي كده فيها ايكويشن، مطلوب منك ان انت تكتب ايه تحت الايكويشن؟ مطلوب منك تكتب حاجتين تحت الايكويشن. بص عشان ما تلخبطش معايا، هاجي كده عند الايكويشن واعمل كده خط واعمل كده ايه واعمل كده خط، ماشي؟ فهنا هكتب الجيفن وهنا هكتب كلام الايكويشن. تاني كده، هنا هكتب الجيفن وهنا هكتب كلام الايكويشن. مين الجيفن؟ الجيفن ده اللي احنا هنقراه في المساله، اي حاجه معلومه هيديهاني في المساله هكتبها في السطر بتاع الجيفن. اي انون عايزك تحسبه في السطر بتاع او في المساله تكتبه في السطر بتاع ايه؟ بتاع الجيفن. طيب يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه calculate the mass of carbon dioxide. اقف هنا، ادي ماس اوف الكربون دايوكسيد. مش هو عايزك تحسب دي؟ فين الكربون دايوكسيد في دول؟ ادي الكربون دايوكسيد اهو. هو عايز يحسب ايه؟ قال لي عايز احسب الماس، يبقى ساعتها هكتب ماس تحتيه وعلامه استفهام عشان اعرف ان ده الانون اللي انا عايز اشرحه او ان انا عايز ايه؟ عايز اطلعه. حلو كده؟ يلا نكمل. produced from burning 233 جرام من الايثايلين جاز اللي هو C2H4.
الرقم ده بتاع C2H4 اللي هو ده، هكتب تحتيه 233.1 جرام. هسألك سؤال، هل أنا لحد دلوقتي شغلت دماغي في حاجة؟ حليت حاجة؟ ولا أي حاجة. أنا كل اللي أنا عملته إن أنا خدت الأرقام من المسألة بصمجتها تحت الإيكويشن، ما عملتش أي حاجة ولا فكرت بربع جنيه لحد دلوقتي. طيب تعالى بقى نكمل من عندنا. الخطوة بتاعت الإيكويشن بقى هتعمل إيه؟ هتعمل اللي إحنا اتفقنا عليه من شوية. فاكر لما كنا كاتبين ماس كنا بنكتب تحتها إيه؟ كنا بنكتب تحتها المولر ماس. يلا بينا. مش دي ماس؟ تكتب تحتها المولر ماس بتاع مين؟ بتاع ده. C2H4 هنحسب المولر ماس على جنب، الC ب 12 والH ب 1، دول 2 C يبقى 2 تايم 12 بلس 4H يعني 4 تايم 1 اللي هي 4، فالتوتال بتاعهم يطلع كام؟ يطلع 28. بس في حاجة أنا قلت لك عليها من شوية هنعملها، إن إحنا هننزل المول، مش ده 1 مول؟ خلاص يبقى هنا كأني عملت ال 28 دي ملتبلاي 1 عشان ده كان 1 مول. ما فهمتهاش هنا؟ تعالى فهمها هنا، عندك فرصة تانية. مش دي ماس؟ هتكتب تحتها مين؟ المولر ماس بتاع مين؟ بتاع CO2. ماشي، بس خد بالك ان دول 2 مول، يبقى 2 تايم، هتفتح براكت بقى تحط فيه المولر ماس بتاع CO2. ادي C واحدة ب 12 وادي O 2 ب 16، يبقى 12 بلس 16 تايم 2، دول 44 تايم 8 يطلع لك 88 جرام. هتعمل ايه بقى بعد كده؟ هتعمل حاجه بسيطه قوي، هتحط ما بينهم ايكوال، فبالتالي ده ديفايد ده ايكوال ده ديفايد ده. فتعالى هنعملها شيفت سولف. يبقى انت دلوقتي كده عندك ال 233.1 ديفايد ال 28 ايكوال الناحيه الثانيه الماس اللي انت ما تعرفهاش ديفايد مين؟ ديفايد ال 88 جرام. طبعا انت مش لازم تعمل كل الخطوه دي مره ثانيه، انا بس كتبتها لك تحت عشان اوضح لك احنا عملنا ايه في الموضوع. فهتعمل ده تايم ده ديفايد ال 28، هيطلع لك ان الماس بتاعتك اللي انت عايزها هتكون كام؟ هتكون 732.1 جرام. طيب مستر انا مش فاهم، ممكن تفهمني بطريقه ثانيه؟ اقول لك كده كده انت لسه هتسمع اكزامبلز كتير هنا، بس تعالى افهمها لك بشكل ثاني. الايكويشن بتقول لك ان انت لو حطيت من هنا 28 جرام، لو انت حطيت من الراجل ده 28 جرام هطلع لك انا 88 جرام من هنا. حلو كده؟ ده كلام مين؟ ده كلام الايكويشن مش كلامك انت. طب انت بقى لما جيت حطيت قد ايه؟ حطيت 233.1 جرام، يعني دي كميه اكبر من الطبيعي او اكبر من ال 28 اللي هو بيقول لك عليها، فبالتالي لما يجي يطلع الماس هيطلع لك كميه اكبر. عارف عامله زي ايه كده؟ زي ما انا مثلا اقول لك انا عامل مشروع، تعالى ادخل معايا مثلا شريك ب 5000 جنيه هتكسب 10000 جنيه. انت طمعت قلت لي لا انا مش هدخل معاك ب 5000 بس انا هدخل ب 10000، هتكسب كام ساعتها؟ هتكسب 20000 لان انت زودت الكميه اللي انت المفروض تدخل بيها. هو ده اللي حصل هنا. الايكويشن هتقول لك والله يا ابن الناس هتحط لي 28 جرام هطلع لك 88 جرام. طب انت حطيت 28 جرام؟ لا انت حطيت اكتر بكتير، انت حطيت 233، فساعتها هتطلع لك رقم اكبر بكتير اللي هو ساعتها هيطلع 73.1. طيب السؤال الثاني، مستر دلوقتي الايكويشن كان فيها 4 حاجات صح؟ يعني كان فيها الاثنين دول اللي احنا اشتغلنا عندهم، وفيها الاكسجين وفيها الميه. ليه ما اشتغلناش على الاكسجين والميه؟ هقول لك الاكسجين والميه ولا جبنا سيرتهم في اي حاجه، يعني ما اديتلكش رقم تحت اي واحد فيهم ولا قلت لك احسب لي اي حاجه لاي واحد فيهم، فبالتالي طالما ما كلمتكش عنهم يبقى ولا كانك شايفهم في الايكويشن ولا كانهم موجودين، انت بتتعامل مع 2 بس من الايكويشن. طيب تعالى ناخد اكزامبل تاني يا صديقي وخد سكرين شوت لو انت عايز عشان ندخل في اللي بعدها. يلا بينا ندخل في اللي بعدها. اوكي، اول حاجه نراجع المعلومات. عندك ايه؟ عندك ايكويشن. تعالى نكتب الايكويشن بشكل واضح كده، ان Mg بلس 2HCl هيدينا MgCl2 ومعاها H2. اوكي هكتبها بس هنا في unknown ناقص على جنب ان Mg equal 24 ودي المولر ماس بتاعت Mg. يلا بينا. محتاج حضرتك تكتب كام حاجه تحت الايكويشن؟ محتاج اكتب حاجتين، سطر للجيفن اللي انا هقراها في الايكويشن وسطر للكلام الايكويشن ذات نفسه. يلا بينا. اول حاجه كلام الجيفن، هتقرا المساله عشان تشوف المساله عايزه تحسب ايه وايه الجيفن اللي معاك. اول حاجه 0.3 جرام من المغنيسيوم، بس كده امسك دي. فين المغنيسيوم؟ المغنيسيوم اهو معايا منه ايه؟ معايا منه 0.3 جرام.
اتفقنا في خطوه الجيفن الاولانيه مش بنشغل دماغنا ولا بنفكر في اي حاجه، اللي يقول لي عليه روح اكتبه من سكات. react with excess hydrochloric acid كلام كتير، طالما ما ادالكش رقم خلاص يبقى اقرا عادي. so the volume، بص بقى قال لك ايه، انا عايز احسب مين؟ the volume of evolved hydrogen. فين الايفولفد هيدروجين؟ ادي الايفولفد هيدروجين اهو. ما حدش يتذاكى ويقول لي ان ده الهيدروجين، حبيب قلبي ده مش هيدروجين، ده HCl يعني هيدروكلوريك اسيد، انما الهيدروجين جاز هو ده. فهو عايز يحسب له ايه؟ قال لك انا عايز احسب له الفوليوم، فهاجي اكتب تحتيه فوليوم. طيب فاكر اللي كنا بنقوله من شويه اللي هو ايه؟ لو كتبت فوليوم هكتب تحتيه ايه؟ برافو عليك 22.4، فحط هنا 22.4. حلو كده؟ طيب الناحيه الثانيه مش انا معايا ماس، هكتب تحتها ايه؟ المولر ماس بتاع مين؟ بتاع الام جي دي. طب ما المولر ماس بتاع الام جي هو 24، ادي 24. خلصت؟ خلصت. بس في حاجه هنا محتاجين ايه؟ هي مش هتحصل معانا بس انت ايه خد بالك برضو منها. دايما بننزل المول اللي هنا كام مول؟ هنا 1 مول، فالمفروض ان انا انزل ال1 ده تحت. طبعا هنا مش هتفرق معايا لان هو 1، وهنا كام مول؟ 1 مول، فالمفروض ان انا انزل ال1 ده تحت، فبرضه مش هتفرق معايا. خلاص خلصت هنا وخلصت هنا، حط ما بينهم ايكوال، وده ديفايد ده ايكوال ده ديفايد ده، كروس مالتيبليكيشن، شيفت سولف الجميله بتاعتك، خلاص المساله خلصت. يبقى فوليوم ديفايد ده ايكوال ده ديفايد ده. طب انا مش عايز اعملها شيفت سولف بالكالكوليتر، عايز اعملها كروس مالتيبليكيشن. هتعمل 22 تايم ال 0.3 ديفايد 24، يعني كده الفوليوم اللي انت عايز تحسبه بتاع ال H2 هيكون 22.4 ملتبلاي ال 0.3 ديفايد ال 24. طب هتطلع كام؟ هتطلع 0.28 لتر، وهتلاقيها في الاجابات رقم بي. اعتقد ان درجه الفهم بتاعتك دلوقتي بدات ايه؟ تعلى شويه. يلا بينا بقى نعلي درجه الفهم للماكسيمم بتاعنا ونحل تالت واحده. يلا بينا. هطلب بس منك طلب دلوقتي ان انت تبدا تحل بايدك وتبدا تمشي معايا واحده واحده، تمام؟ يعني مثلا تعالى نحل 10 مع بعض. يلا بينا. اول حاجه انت هتعمل ايه دلوقتي؟ هتحاول تبوظ الفيديو، تمام؟ وقف الفيديو وحاول تروح تحلها، تمام؟ يعني انت حاول تحل دي دلوقتي، روح دلوقتي جرب، تمام؟ وقف الفيديو بجد، مش هزار. انا عارف ان انت ما وقفتش الفيديو، انا بقول لك وقف الفيديو دلوقتي وحاول تروح تعمل دي. هتلاقي ايدك تقيله في الاول، عادي جدا عادي جدا، انت لسه اول حاجه بتعملها دايما هتطلع زي الزفت، مفيش مشكله، بس انت بتحرك ايدك عشان اللي بعدها تبقى احسن. فروح حلها وتعالى. انا عارف ان انت ما رحتش حلتها وتعالى سكه ودغري، انا عارف ان انت ما وقفتش الفيديو وما رحتش حلها ولا قمت من مكانك، انت ممكن تكون نايم على السرير دلوقتي وانت بتسمعني. روح حل المساله وتعالى. طيب هفترض ان انت وقفت دلوقتي الفيديو ورحت حلتها وجيت، تعالى بقى نراجع خطواتنا مع بعض. طيب اول حاجه ادي الايكويشن اللي عندي، هنزلها تحت هنا علشان تبقى اوضح. يلا بينا. قبل ما نكمل معلومه بس محتاج اراجعها معاك، هي معلومه بديهيه جدا. CO ده اسمه ايه؟ اسمه كربون مونوكسيد. CO2 اسمه ايه؟ اسمه كربون داي اوكسيد، يعني في 2 O، تمام؟ طيب انا عارف ان هي حاجه بديهيه جدا بس انا ايه قلت افكرك بيها. يلا بينا. اول حاجه هتكتب ايه؟ هتكتب خطوه الجيفن وهتكتب خطوه الايكويشن. خطوه الجيفن هتجيبها منين؟ هتجيبها من المساله. يلا بينا نقرا المساله. Carbon monoxide gas burns in excess oxygen gas forming carbon dioxide gas according to the equation. اداك معلومه؟ لا. اداني حاجه احسبها؟ لا. يبقى كل ده هري ملوش اي لازمه، يبقى السطر ده كده ملوش اي لازمه في الموضوع. البدايه بقى من اول ايه؟ اول ما يقول لك find او calculate او اعمل اي حاجه. find the volume of carbon dioxide. فين الكربون دايوكسيد؟ لسه مش هقول لك عليه اهو. طلب عنه ايه؟ طلب عنه الفوليوم. روح حط لي تحتيه كلمه فوليوم وعلامه استفهام عشان تعرف ان ده الانون. طيب الناحيه الثانيه which produced from burning، الرقم ده موليكيول من الكربون مونوكسيد، يبقى الكلام ده بتاع الكربون مونوكسيد، هكتب تحتيه نفس الرقم بالظبط 3.01 multiply 10 باور 23، وما تكتبليش رقم وخلاص، لازم تكتب لي جنبه اليونت. لازم تكتب اليونت عشان تبقى فاهم الرقم ده بتاع ايه.
والرقم ده لما تعرف بتاع ايه هتعرف تحط جنبه الحاجه المناسبه ليه. فاهم الفكره؟ تعالى نرجع بقى للقانون الجميل بتاعنا. انا عارف ان انت عارفه بس ايه حابب اشاور لك عليها. لما حضرتك تكون كاتب موليكيول هتكتب تحتيه ايه؟ افوكادروز نمبر. طب لما حضرتك تكون كاتب فوليوم هتكتب تحتيه ايه؟ 22.4. حابب بس افكرك. ماشي يلا بينا نشوف هنكتب ايه. ادي molecules هتكتب تحتها ايه؟ 6.02 multiply 10 power 23 molecule. في حاجة ناقصة هنا؟ لا في حاجة ناقصة، كنت بوقعك وانت وقعت. ايه بقى الناقص؟ ما تنساش ال 2 مول دي تنزلها لي تحت، فهتعمل هنا تايم 2. طب مثل التايم 2 دي او الرقم ده هنزله دايما تنزله. بتحسب مول، بتحسب موليكيول، بتحسب فوليوم، لازم تحت تكتب لي عدد المولز. طيب الناحيه الثانيه مش ده فوليوم هتكتب تحتيه ايه؟ 22.4. بس كده؟ لا مش بس، خلاص بقى انت فهمت. لازم تنزل مين؟ عدد المول. بالظبط كده، لازم تنزل عدد المول. طيب خلاص انا كده خلصت. هتعمل بقى حاجه بسيطه قوي، هتشد خط هنا وتشد خط هنا وتحط ما بينهم ايكوال. بقى ده ديفايد ده ايكوال ده ديفايد ده. سهله جدا. قدامك حلين، يا تعملها لي شيفت سولف على الكالكوليتر، يا اما تعمل ده مانوال بقى. ده تايم ده ديفايد ده. دايما اللي قصاد الانون هو اللي بيبقى تحت. الفوليوم اهو قصادها ده، يبقى ده الرقم اللي تحت والرقمين دول تايم بعض فوق. فالفوليوم اللي هيطلع لي يبقى كام؟ بعد ما تحسبها الفوليوم اللي هيطلع لك هيبقى ال2 هتطير مع ال2 وده نص، هيطلع لك 11.2 لتر. ده الفاينل ريزلت بتاعتك. سهله جدا 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 وانس ان انت مشيت على الخطوات اللي بقولها لك. تعالى نشوف اكزامبل تاني. طب واخد بالك من حاجه؟ استنى بس ايه نتقل كده شويه عشان اخليك تاخد بالك من حاجه ممكن تكون ما خدتش بالك منها. المساله هنا كان هنا مديني فوليوم وهنا مدينا ايه؟ مدينا ماس. يعني معنى كده ان المساله ممكن تبقى فوليوم قصادها الناحيه الثانيه ماس. طب تعالى نشوف اللي احنا كنا لسه حلينها. فوليوم قصادها ايه؟ قصادها موليكيول. طيب تعالى نشوف اول واحده كنا حلينها. لو فاكر، استنى بس عشان البتاع ده ايه معقد شويه. اول واحده كنا حلينها كانت ايه؟ هنا ماس وهنا ماس. ايه ده؟ يعني مره يا مستر كانوا زي بعض ومره كانوا مختلفين؟ طبعا، ممكن يبقى هنا ماس، ممكن يبقى هنا موليكيول، ممكن يبقى هنا فوليوم، ممكن يبقى هنا ماس يعني مول، اي حاجه. فهنا ملوش اي علاقه بهنا. الجيفن اللي اداها لي تحطها من سكات في مكانها ومالكش دعوه هنا ايه وهنا ايه. طيب يلا بينا ناخد اكزامبل تاني اللي هو مين؟ اللي هو ده. تعالى نشوف الجيفن بتاعتنا. عندك ايكويشن طويله مش هنقلها، مكسل هنقلها. تعالى هنحط ايه الارقام تحتها على طول. ادي خطوه الجيفن وادي خطوه الايكويشن. ادي الجيفن وادي الايكويشن. يلا بينا زي الشاطر. الجيفن هتجيبها منين؟ هتجيبها من المساله. اتفضل اقرا المساله. وات از ذا نمبر اوف مولز بتاعت مين؟ اهو حدد لك اهو ذا نمبر اوف مولز على الكربون دايوكسيد. فين الكربون دايوكسيد؟ اهو. هكتب تحتيه مول اللي هي هو عايزها اصلا، فهكتب تحتها كلمه مول unknown which are produced من burning 3 مول من البيوتين. فين البيوتين؟ بيوتين اهو. طب مستر انا ما اعرفش يعني ايه بيوتين، لولا ان انت دلوقتي شاورت لي على البيوتين اللي هو ده انا ما كنتش عرفت ان هو. ازاي ممكن اعرفه؟ تعرفه لما تشغل دماغك. ازاي تشغل دماغك؟ تعال نشوف. H2O دي مين؟ ميه، صح برافو عليك. CO2 ده مين؟ كربون دايوكسيد، صح برافو عليك. الO2 ده مين؟ اكسجين، صح برافو عليك. يبقى مين البيوتين؟ ما هو مفيش غيره في الايكويشن، يبقى هو ده البيوتين. فهمت الفكره؟ فشغل دماغك وايه ما تعطلش. هحط تحتيه المولز اللي قال لي عليها. قد ايه منها؟ 3 مول، فهكتب تحتيه 3 مول. ماشي. اللي بعدها خلاص كتبنا الجيفن. لما يكون عندي مول بقى اكتب تحتها ايه؟ تكتب تحتها مول. اللي هو اجيبه منين يعني؟ هو ده. شايف الرقم ده؟ استنى اشاور لك عليه بلون تاني. شايف الرقم ده؟ هو ده المول. هو ليه بيجيبه اسود؟ مع اني بشاور على اكتر. ده اسود، تمام ماشي. اوكي، فهنا 2 مول هتقوم منزلها لي هنا. يا ساتر يا رب، ايه اللي حصل؟ ماشي، هتقوم منزلها لي هنا 2. طب الناحيه الثانيه 8 هتقوم منزلها لي هنا 8. خلاص خلصت المساله. الايكويشن بتقول لك 2 هتطلع 8، انت رحت حطيت 3، ال3 هتطلع كام؟
هتطلع 3 في 8 على 2 يبقى 3 تايم 8 ديفايد 2. او ممكن تعمل ده ديفايد ده ايكوال ده ديفايد ده وهنعمل شيفت سولف. حط هنا اكس على الكالكوليتر وهنا 8 وهنا 3 مول وهنا 2. فهمت الفكره؟ بسيطه جدا 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 وتافهه جدا جدا جدا. ماشي، هتطلع كام في الاخر؟ هتطلع اعتقد 12 مول. زي الفل. طيب عندنا سؤال مهم جدا جدا وممكن تكون سالته لنفسك ايه وانت قاعد دلوقتي، ولو ما سالتوش لنفسك برضه فتمام يعني ماشي. فتعالى نفهم بقى ايه السؤال. السؤال دلوقتي ان احنا دلوقتي والمره اللي فاتت لو تاخد بالك احنا تقريبا بنستخدم نفس القانون، صح؟ تقول لي صح، احنا بنستخدم نفس القانون اللي هو ماس على مولر ماس فوليوم 22.4 موليكيول افوكادروز نمبر، صح. اعرف ازاي بقى يا مستر ان انا محتاج اعمل كل الكلام ده وان انا احلها زي المره اللي فاتت او مسائل المره اللي فاتت؟ بص، لو انت سالت نفسك السؤال ده فبرافو عليك، انت جامد جدا. طب لو انت ما سالتش نفسك السؤال ده برافو عليك برضه. عارف ليه؟ عشان انت قاعد بتتفرج عليا دلوقتي وهتنزل دلوقتي تكتب كومنت، ماشي، وهتعمل شير للفيديو وهتخش تستنى على الكتاب. لو انت عملت ده كله يبقى انت شاطر زيك زي اللي سال السؤال بالظبط. تمام؟ انت طالب ايه مستر عواد، فانت كده كده جامد يعني، فايه ما تقلقش. يلا بينا بقى نجاوب على السؤال ده. يخرب بيت النرجسيه الواحد فيها. تقريبا البليزر مغيرني تقريبا. او ممكن تكتب كومنت برضه، ممكن تقول لي ايه الشياكه دي يا مستر برضه، يعني مش لازم يبقى ايه يعني مش لازم يبقى كل الكلام الحلو على المحتوى، ممكن يبقى عليا انا، ممكن يبقى على البليزر. فاهم؟ البليزر جامد يا مستر، احبك جدا، اعمل لك قلب. يعني شغل كده الشغل. ها يلا بينا نكمل. نرجع بقى سؤالنا ازاي اتعامل مع المساله كانها حاجه زي الحصه اللي فاتت، وازاي اتعامل مع الكلام ده. طيب تعالى كده نشوف مسائل الحصه اللي فاتت ونشوف المسائل دي. فين مسائل الحصه اللي فاتت؟ اوكي، مسائل الحصه اللي فاتت اهي. مثلا ايه حاجه زي كده، ودي حليناها الحصه اللي فاتت مع بعض. تعالى ايه نشوفها كده عشان اشاور لك على اللي انا قصدي عليه. 44.8 جرام من الكربون دايوكسيد جاز at SCP كونتين كام موليكيول؟ هسألك سؤال، هل هنا انا جبت لك سيره حد غير الكربون دايوكسيد؟ هتقول لي لا، هو الكربون دايوكسيد بس. طيب الكربون دايوكسيد ده قابل حد، عمل تفاعل مع اي حد، عمل رياكشن ولا عمل اي حاجه؟ ده انا بقول لك ان انا عندي حاجه اسمها كربون دايوكسيد والفوليوم بتاعها 44.8. جميل. طيب يبقى هنا هنعمل ايه؟ هتستخدم قانون عادي، ماس على مولر ماس ايكوال فوليوم على 22.4. بس هنا عندك فوليوم وفي الاجابات طالب ايه؟ طالب موليكيول. يبقى كده الموليكيول اللي هو عايزها اللي هي الانون ديفايد افوكادروز نمبر زي ما عملناها المره اللي فاتت بالظبط ايكوال الفوليوم اللي مديهوني 44.8 ديفايد 22.4. خلاص خلصت المساله، لا في مول تنزلها ولا في ايكويشنز ولا في اي حاجه. وانس ان هو بيكلمني عن ايه؟ بيكلمني عن حاجه واحده. طيب جميل جدا. طيب تعالى بقى ايه نروح للي بعدها اللي احنا بقى كنا بنعمله النهارده. شايف دي؟ اولا المساله فيها ايكويشن، فواضح ان في ناس عملت رياكشن مع بعض، فبالتالي هنا لازم اتعامل معاه بالطريقه دي. يعني لقيت ايكويشن تقوم عامل بنفس الطريقه دي بالظبط. ما لقيتش ايكويشن او لقيته في السؤال بيتكلم عن حاجه واحده يبقى الطريقه اللي فاتت. هتقول لي طب ما هو مستر في حاجه ثانيه. تعالى بقى ايه اجاوب بقى على سؤالك اللي انت هتساله لي كمان شويه. بص يا باشا، شايف المسألة دي؟ هل في ايكويشن؟ بص كده، لا مفيش ايكويشن، مش كاتب لي أي معادلة ولا أي حاجة. خلاص يبقى دي حلها زي المرة اللي فاتت؟ هقول لك لا، هو هنا مش كاتب لك الايكويشن مش عشان مفيش ايكويشن، هو كاتب لك الايكويشن عشان هو قاصد ان انت ان هو ما يكتبلكش الايكويشن ويخليك تروح تكتبها. ازاي يعني؟ تعالى افهمك. فاكر المرة اللي فاتت في المسألة قلت لك ان هو اتكلم هنا عن حاجة واحدة اسمها كربون دايوكسيد؟ هتقول لي طيب هنا اتكلم عن كام حاجه، سيبك بقى من الايكويشن خالص، هو كاتب او مش كاتب ايكويشنز فكك منه. تعال نقرا. On mixing 14 جرام من الCO gas with excess oxygen gas the volume of produced carbon dioxide gas is. اتكلم هنا عن كام حاجه؟ اتكلم عن 3 حاجات. CO هيرياكت مع الO2 عشان يطلع لنا CO2. هو مش ده رياكشن؟ طبعا رياكشن. طب انا عرفت منين ان هو عمال يكلمني عن حاجات هترياكت مع بعض وكذا حاجه في المساله؟ فهمت الفكره؟ يعني مش معنى ان هو مش كاتب لك ايكويشن ان هي تتحل زي المره اللي فاتت، لا انت اللي هتكتب الايكويشن، ولما تكتب الايكويشن تبدا بقى تعمل الخطوات اللي قلنا عليها. يلا بينا نبدا الايكويشن ونشوف الخطوات اللي قلنا عليها. مبدئيا كده
تعالى نكون الايكويشن الاول، نشوف مين هيرياكت مع مين عشان يطلع لنا مين. سي او هيرياكت، هو قال لك هو ميكسنج سي او، ادي سي او هنعمل لها ميكس مع مين؟ مع اكسس اكسجين مع O2. اكسس دي يعني كميه كتير، هنفهم معناها كمان شويه. طيب عشان يطلع لنا مين؟ عشان يطلع لنا CO2 اللي هو كربون دايوكسيد. كتبنا الايكويشن، يلا بينا نبدا نشتغل. لا استنى ما تسرعش، لازم الايكويشن اللي حضرتك كتبتها تبقى بالانسد، يعني فيها الارقام مظبوطه. طب اعمل بالانس ازاي؟ تعالى كده هنراجعه سريعا، بس انا مش هشرح البالانس دلوقتي. البالانس ممكن انزل لكم عليه فيديو لوحده، تعرف ازاي تكون ايكويشن وتعمل بالانس. جميل، لو عايزين الفيديو ده او محتاجينه ممكن تكتب لنا برده في الكومنتس ان احنا محتاجين فيديو البالانس ونعمل لكم فيديو البالانس. يلا بينا نعمل البالانس. هنا واحده سي خرجت، واحده سي خلاص تمام. هنا واحده او واثنين او يعني 3 او خرجوا 2 او بس، فهحط هنا 2 عشان تبقى 2 تايم 1 ب 2، وهنا في 2 او يبقوا 2 هم كمان، يبقى 2 او هنا و2 او هنا، خرجوا 2 او، فهحط هنا 2 علشان تبقى 2 تايم 2 يبقوا 4 او. يبقى كده في الحالتين الاو او يعني في الناحيتين الاو كانوا هنا 4 والناحيه الثانيه كانوا 4. طب بالنسبه للسي، السي خلاص ما هو هنا 2 سي وهنا 2 سي، خلاص كده بقوا قد بعض بالظبط. خلاص كتبت الايكويشن وعملت لها بالانس. نبدا بقى ايه؟ نقرا من اول وجديد علشان نشوف الكلام رايح فين بالظبط. هنغير اللون علشان نبقى الكلام واضح زي اللي انت فاهمه بالظبط. ادي جيفن وادي ايكويشن. كلام الجيفن اقرا لي on mixing 14 جرام من السي او. اول ما قريت الرقم روح حطه على طول تحت الحاجه اللي بيقول لك عليها 14 جرام with excess oxygen. جاب لي سيره الاكسجين بس اداني عنه رقم؟ لا. طب قال لي احسب له اي حاجه؟ لا برضه. خلاص يبقى ولا كاني شايفه. The volume of carbon dioxide which is produced قد ايه؟ هنا بيسالك عن الفوليوم بتاع الكربون دايوكسيد اللي طلع الناحيه الثانيه. يبقى هنا الفوليوم ده الانون. خلاص هكمل عادي جدا. المولر ماس بتاعت السي او اللي هي السي او دي، الاثنين دول اللي هي بكام؟ واحده سي وواحده 12 وواحده 16. ادي 12 بلس 16، بس ما تنساش تحطهم في البراكت وتعملهم تايم عدد المول اللي هو هنا اللي هو 2 ايكوال الناحيه الثانيه فوليوم ده اللي انت عايزه ديفايد. انا ليه كتبتها تاني؟ تمام هي تمام. هتعملها ديفايد 22.4 بس ما تنساش تنزل عدد المول برضو، هتعملها ملتبلاي 2. فهمت الفكره؟ فهتعمل كروس مالتيبيكيشن، فالفوليوم بتاعك هيطلع ايكوال كام؟ الفوليوم بتاعك هيطلع ايكوال 20 او 11.2 بالظبط كده. طيب تعالى ناخد اكزامبل مره ثانيه. مش ده؟ لا. اوكي، زي الاكزامبل بتاع ال7 ده، وده اخر اكزامبل هنحطه في الحته دي عشان ندخل على الجزء اللي بعده اللي هو الليميتنج رياكتور. يلا بينا اخر اكزامبل. هنا هنعمل برضه حاجه ثانيه مع بعض، ان انت هتجرب تحل الاكزامبل ده لوحدك. في الاكزامبل ده تعالى برضه نعمل حاجه كده نفنش بيها الجزء ده وبرضه تبراكتس على الموضوع. اكزامبل 7 حاول تحله لوحدك. طيب هتحاول تحله لوحدك ازاي؟ هتحاول تكون الايكويشن. طيب وبعد ما تكون الايكويشن هتبدا تشتغل الشغل بتاعنا. طيب بوز الفيديو دلوقتي لو انت هتعرف تكون الايكويشن. طيب عملت بوز للفيديو؟ طبعا ما عملتش، ما وقفتش الفيديو. طيب تعالى انا هساعدك في اول خطوه، تمام؟ ان انا هكتب لك الايكويشن او هعلمك ازاي تكتب الايكويشن، وبعد كده وقف الفيديو وروح حلها، تمام كده؟ يلا هنقرا المساله. calculate the number of الاكسجين. طالما مفيش ايكويشن خلاص ما تشغلش نفسك بقى بالارقام وبالانون، سيبك من ده كله، انت بس بتقرا تشوف مين اللي هيعمل الرياكشن عشان تعرف تكون الايكويشن. calculate the number of oxygen molecules which are required to form. اقف هنا، عايز يحسب الاكسجين اللي محتاجينه to form 72 جرام من مين؟ من الووتر فيبر. يبقى كده مين قبل السهم؟ الاكسجين هو اللي قبل السهم والميه هو اللي بعد السهم. طب مستر حضرتك عرفت ازاي؟ ما هو الراجل بيقول لك تو فورم ميه، يعني عشان يكون الميه يبقى الميه بتتكون بعد السهم، يبقى الاكسجين هو اللي انا هستخدمه قبل السهم عشان يكون لي الميه اللي بعد السهم. طيب الاكسجين ده هيرياكت لوحده كده ويطلع لي ميه؟ لا، قال لك ايه؟ اون رياكشن ويز اكسس هيدروجين. هو مين اللي هيرياكت مع الهيدروجين؟ اكيد الاكسجين، يبقى هنا في H2 في الموضوع. كونا الايكويشن، يلا نعمل بالانس. H2 خرجت H2 خلاص مظبوطه، الO2 خرجت O واحده، فبالتالي هحط هنا 2.
بس ال2 دي هي بتاعت الاو وبتاعت الاتش هي كمان، فبالتالي الاتشات بقوا كام؟ الاتشات بقوا 4 وهم اصلا داخلين كام؟ داخلين 2، فهتحط هنا 2 عشان تبقى 2 تايم 2 بكام؟ ب 4. فهمت الفكره؟ هنا بقى وقف الفيديو وروح اتفرج عليها او روح حلها وتعالى. طيب يلا بينا بقى نحط الارقام ونحلها، وهفترض ان انت حلتها. ادي كلام الجيفن، لا نكتب الجيفن الاول، وادي كلام الايكويشن. يلا الجيفن بيقول لك ايه؟ بيقول لك calculate the number of oxygen molecule. فين الاكسجين اهو؟ عايز يحسب له ايه؟ عايز يحسب له molecule. هروح اكتب كلمه molecule جنبها question mark which are required to form 72 جرام من الميه، فاروح تحت الميه واكتب 72 جرام. اوعى تكتب حاجه مش تحت صاحبتها عشان هتبوظ لك الدنيا بشكل انت مش متخيله. طيب هتكمل بقى عادي، مش ده موليكيول؟ هتكتب لي تحتيه افوكادوز نمبر. طيب مش ده جرام؟ تكتب تحتيه المولر ماس. المولر ماس بتاع مين؟ المولر ماس بتاعت الميه. بص بقى يغير لك اللون عشان تاخد بالك. وانت بتحسب المولر ماس بتاعت الميه انت بتحسب بتاعت ال H2O بس. يعني ايه بس؟ وبعد كده هتعملها تايم 2، اكيد هنعمل تايم 2، بس وانت بتحسب ما تدخليش ال2 عليهم. فانت هتحسب الميه هتبقى 2 تايم 1 بلس 16. انت كده حسبت الميه بس، يعني كده حسبت H2O بس. طب بالنسبه لل2 اعمل بقى تايم 2 جنبها. فاهم الفكره؟ انا بس بحاول اثبت لك الطريقه علشان ما تتلخبطش بعد كده. على فكره هي من الاول لو انت كنت دخلت ال2 عليهم، يعني انت وانت بتحسب كان ممكن تحسبهم من نمبر 4 اتش و2 او، مش غلط، بس انت يعني يا تشتغل هنا يا تشتغل بالطريقه دي يا تشتغل بالطريقه دي، ما تدخليش الاثنين في بعض. خلاص خلصت؟ شد خط وشد خط وارمي ايه؟ وارمي الايكوال ما بينهم. هيطلع لك ان عدد الموليكيولز هنا 72، دي ممكن نحسبها 72 تايم الرقم ده ديفايد 36. طيب الرقم اللي تحت ده كله كده ب 36، يعني ممكن نشيل ده كده ونكتب مكانه 36 جرام. 72 على 36 يعني 2 تايم الرقم ده، يعني الموليكيولز هتطلع لنا هتكون بالشكل ده بالظبط. هتكون 1.204 multiply 10 power 23 molecule، وهو ده اسف لا 24 موليكيول، وهو ده الفاينل ريزلت بتاع مين؟ بتاع المساله. تمام، جميل جدا 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 جدا. طيب كده يبقى احنا ايه؟ خلصنا فكره الكروس مالتيبليكيشن، ودي اسئله ممكن تحاول تبراكتس عليها. نفس الفكره كده لو انت محتاج الشيت ابعت لنا، هنبعت لك الشيت ان شاء الله الى ان الكتاب يبقى جاهز. اول ما يبقى جاهز خلاص انت مش محتاج مننا بقى الشيت، تفتح الكتاب بتاعك بعد كده تراجع معانا، تكتب النوتس، الحاجات اللي احنا بنشرحها، الحاجات اللي انت بنحلها هتحلها معانا، فالدنيا هتبقى متظبطه جدا 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 لما يبقى معاك الكتاب. وزي ما اتفقنا ايه في اول الحصه هينزل لك التفاصيل بتاعته على صفحه الفيسبوك، فتاكد ان انت مشترك في صفحه الفيسبوك بتاعنا عشان يوصل لك التفاصيل بتاعته. طيب خد بريك، ماشي؟ افصل دماغك، روح اشرب ايه؟ شاي كده او قهوه، تمام؟ اشرب الليمون بالنعناع بتاعك، وبعد كده تعالى نبدا بقى الجزء الجديد اللي اسمه الليمتنج رياكتنت، وده جزء حلو جدا 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 وهيعجبك. يلا بينا. يلا بينا يا صديقي ندخل على الجزء الثاني من الليسون ده اللي بيتكلم عن حاجه اسمها الليمتنج رياكتنت. الجزء ده عشان نفهمه تعالى كده ايه؟ نتخيل المشهد الجميل اللي لما بيقولوا لك في المدرسه يلا احنا طالعين رحله. عارف انت ايه اليوم الجميل ده والايه الحاله دي؟ فعلى طول بتروح تدفع الفلوس ويقول لك ايه؟ الرحله بعد يومين، فانت طبعا خلال اليومين دول بايه؟ تجيب سندوتشات كتير وبتوضب بقى وتجيب بانيه وسوسيس وجبنه رومي، وبتروح بشنطه سندوتشات قد كده تفضل تاكل فيهم ايه؟ الطريق كله. تعالى كده ناخد كده اكزامبل بسيط او ناخد ارقام قليله عشان تفهم الاكزامبل بتاعنا. فهو انت دلوقتي رايح تمام تجيب الفينو، او ماما رايحه تجيب لك الفينو والسوسيس اللي بتحبه والحاجات دي، تمام؟ قامت جابت لك قد ايه؟ جابت لك بالظبط 4 فينو. هتقول لي اشمعنى 4 فينو؟ هقول لك عشان قد الرسمه بالظبط اللي احنا محطوطه في الملزمه. فلما جابت لك 4 فينو تمام، جابت لك الكيس اللي فيه 5 سوسيس. عارف اللي هي ايه؟ في كيس كده بيبقى فيه 5 سوسيهات مع بعض، فالكيس ده فيه 5. فاحنا دلوقتي جبنا 4 فينو وجبنا ايه؟ جبنا 5 سوسيس. يعني ده كده الفينو، ده البان بتاعنا، وده السوسيس اللي احنا هنسميه الهوت دوج، تمام كده؟ فبالتالي واحنا قاعدين بنعمل سندوتشات، لو جيت سالتك قلت لك مين هيخلص الاول؟ هتقول لي طبعا الفينو. ليه؟ عشان في 4 فينو تمام وفي 5 سوسيس،
فبالتالي كل واحده سوسيس هتتحط في واحده فينو، فبالتالي هتتبقى واحده مش هتلاقي سندوتش نحطه فيها، صح كده؟ اقول لك صح كده، برافو عليك. فبالتالي ده اللي حصل بالظبط. ادي الاربع سندوتشات اللي احنا عملناهم، يعني دول كده السندوتشات، تمام؟ وادي حته السوسيس اللي هتتبقى، اللي حضرتك طبعا هتاكلها حاف، بس هي ايه؟ هتتبقى. طيب تعالى كده نفكر في الموضوع ده شويه. دلوقتي لو انا قلت لك ان احنا عملنا 4 سندوتشات، وهو احنا فعلا عملنا 4 سندوتشات، اشمعنى 4 بس؟ ليه مش 5؟ هتقول لي ما هو يا مستر ما هو الفينو خلص، ال4 فينو اللي احنا كنا بنعمل بيهم السندوتشات خلصوا، ما بقوش موجودين. فبالتالي ايه اللي حصل؟ احنا قاعدين نعمل السندوتشات، فاخدنا واحده فينو حطيناها في سوسيس، فينو سوسيس، فينو سوسيس، فينو سوسيس، فاتبقت لنا ايه؟ واحده مش لاقيه فينو تدخل جواه. حلو كده؟ طيب لو جيت بقى سالتك قلت لك مين اللي اتحكم لي في عدد السندوتشات اللي طلع؟ الفينو ولا السوسيس؟ برافو عليك، هتقول لي الفينو. طب هو عشان هو فينو ولا عشان كميته كانت قليله؟ هتقول لي عشان كميته كانت قليله، لو كانت كميته اكبر من كده ما كانش خلص. فبالتالي اللي خلص ده هو اللي اتحكم لي في عدد السندوتشات اللي هتحصل، فبالتالي السندوتشات وقفت على كده ومش هينفع تزيد اكتر من كده. فبالتالي انت دلوقتي عندك ايه؟ المكونين بتوعك، الحاجتين اللي انت كنت بتستخدمهم عشان تعمل سندوتشات، وانس ان في واحده خلصت منهم خلاص السندوتشات اللي بتعملها عددها وقف على كده ومش هيزيد اكتر من كده. الفينو في الحاله دي بنسميه ايه؟ بنسميه LR. يعني ايه LR؟ يعني اختصار ليميتنج رياكتنت. يعني ايه اختصار ليميتنج رياكتنت؟ يعني ايه ليميتنج رياكتنت؟ ليميتنج رياكتنت دي كلمه هنقولها على الحاجه اللي بتخلص اثناء وانت بتعمل السندوتشات. اللي هيخلص هنسميه ليميتنج رياكتنت. يعني ايه ليميتنج رياكتنت؟ حتى بص كده، تعالى نبص على الديفينيشن بتاعته. الديفينيشن بتاعته بتقول لك ايه؟ بتقول لك the reactant which is completely consumed during reaction. يعني ايه completely consumed؟ يعني خلصت بالكامل واستهلكت بالكامل اثناء ايه؟ اثناء الرياكشن. هتقول لي يا سمستر معلش، يعني انا تمام فهمت الفينو والسوسيس وكل الكلام اللي انت كنت بتقوله فوق ده، ايه علاقه ده بالكيمستري؟ تعالى اقول لك ايه علاقه ده بالكيمستري. واحنا داخلين اللاب عشان نعمل كيميكال رياكشن بيحصل معانا نفس السيناريو بالظبط اللي حصل ما بين الفينو والسوسيس. يعني ايه يعني في واحد ممكن يخلص والتاني ممكن يبقى منه شويه. يعني مثلا لو احنا حاطين حاجتين على بعض H2 مثلا و O2، لو هما الاثنين ما كانتش الريشيو بتاعتهم زي ما الايكويشن بتقول لنا بالظبط، زي ما الايكويشن قالت لك حط كذا على كذا، وانت غيرت في الريشيو او استخدمت ريشيوز مختلفه، هتلاقي ان في واحد بيخلص والتاني بيتبقى منه، زي اللي حصل في الاكزامبل بتاعنا ده بالظبط. ازاي يعني؟ تعالى ايه ناخد كده اكزامبل، تعالى نشرحها على الاكزامبل ده. هنا دلوقتي مثلا هكتب لك بس الاكزامبل ده تحت كده عشان ايه تبقى انت فاهم. ادي السي اتش 4. السي اتش 4 لما يرياكت مع الاو 2 او هنا كانت اتش 2 او مع الاتش 2 او، ساعتها هيدينا 3 مول من الاتش 2 وهيدينا 1 مول من الكربون مونوكسيد. حلو قوي. هنا كلام الايكويشن بيقول لك ايه؟ او الايكويشن بتقول لك ان 1 مول من الراجل ده اللي هو هنا هو هيرياكت مع 1 مول من الميه، تمام كده؟ طيب انت بقى لما جيت تحط الارقام ما حطيتش 1 مول و1 مول، حطيت 1 مول وحطيت قصادها 5 مول. تاني كده عشان تفهم الارقام دي جت منين. الايكويشن ده كده كلام الايكويشن بتقول لك يا ابن الناس هتحط من هنا 1 مول على 1 مول. انت ما سمعتش الكلام، رحت حطيت 1 مول من هنا على 5 مول من هنا. تفتكر مين هيخلص ومين هيبقى منه؟ هتقول لي طبعا ال1 هو اللي هيخلص وال5 هو اللي هيبقى منها، صح كده؟ فبالتالي في الحاله دي ال4 ده او السي اتش 4 ده هنسميه ايه؟ هنسميه الليميتنج رياكتنت، والتاني ده هنسميه ايه؟ هنسميه اكسس. يعني ايه اكسس؟ اكسس يعني بالبلدي كده كان اكتر من اللازم، كان اكتر من اللازم او اكتر من اللي محتاجينه، عشان كده هو اتبقى في رياكشن. فهمت الفكره؟ انا دلوقتي بس كنت بفهمك يعني ايه ليميتنج رياكتنت وليه بيتبقى في رياكشن شويه حاجات ما عملتش رياكشن. لسه بقى تعالى افهمك ازاي بقى نحل المساله او هيسالني عليها ازاي. بس وانت بتحل المساله مهم جدا جدا ان انت تبقى فاهم فكره السؤال. طيب تعالى نحل ايه الاكزامبل ده. هيجيب لك ايكويشن عادي جدا زي ما انت كنت بتعمل من شويه. وعلى فكره لو انت فهمت الجزء اللي فات، البارت اللي فات من الفيديو ده، الموضوع ده بالنسبه لك هيبقى تافه جدا لان احنا هنعمل نفس الحاجه بالظبط. بص بقى هنعمل ايه. اول حاجه مديني ايكويشن عادي جدا هشتغل عليها.
وين 3 مول من الام جي. الام جي اللي هو ده، حط الجيفن اللي قال عليه عشان احنا زي ما متعودين هنكتب خطوه الجيفن وهنكتب خطوه الايكويشن. ماشي. 3 مول من الام جي هيرياكت مع 4 مول من الاتش سي ال. جيت عند الاتش سي ال كتبت 4 مول منه. ادي كلام الجيفن. طب كلام الايكويشن بيقول لك ان 1 هيرياكت مع كام؟ هيرياكت مع 2. ادي 1 هيرياكت مع 2. هتعمل ايه بقى؟ بص بقى هنا هتعمل ايه؟ هنا مش هتعمل كروس مالتيبليكيشن لان انت اوريدي الاربع حاجات عندك. من شويه كنا بنعمل كروس مالتيبليكيشن لان فيهم واحده كانت انون، فكنت بعمل كروس مالتيبليكيشن عشان اطلع الانون. هنا بقى هعمل ايه؟ هنا انت هتعمل الاثنين دول ديفايد بعض. يعني هنا الخطوه دي هتعمل لي ديفايد. 3 ديفايد 1 3، 4 ديفايد 2 2. مين فيهم الرقم الصغير؟ الرقم الصغير هو الاثنين. فبالتالي مالك يا صاحبي في ايه؟ تعالى نمسحها تاني. مفيش انون. انون ايه؟ مفيش ريدو؟ مفيش ريدو. ماشي. يبقى ايه هنعملها؟ فين الاستيكه؟ الاستيكه اوكي اهي. خرجتني بره المود. ماشي. نرجع هنا 3 ديفايد 1 3 اهو يا عم. 3 ديفايد 1 3، وهنا 4 ديفايد 2 2. مين الرقم الصغير؟ الرقم الصغير اهو. يبقى بالنسبه لي ده هو مين؟ هو الليميتنج رياكتنت، ده اللي هيخلص كله. طب الثلاثه دي ده مين؟ ده الاكسس. يعني ايه ده الاكسس؟ يعني ده الكميه اللي اتبقت عندك اللي هي كانت اكتر من اللازم. فهمت الفكره؟ يبقى انت دلوقتي هتعمل ايه؟ نفس خطوات بالظبط بتاعت المره اللي فاتت. هيديك كلام هتكتبه في الجيفن، هتنزل تحتيه كلام الايكويشن اللي هو ساعتها هيكون بالمول. ده مول هنزل تحتيه مول زي ما متفقين، زي الجزء اللي فات بالظبط. الرقم هنعمل ده ديفايد ده وده ديفايد ده. الرقم القليل هو مين؟ هو الليميتنج رياكتنت. فانا كده بالكميات اللي انا حطيتها لما الام جي هترياكت مع الاتش سي ال، الاتش سي ال هيخلص كله مش هيبقى موجود، والام جي هيتبقى منه شويه. هم ايه اللي عملوا الرياكشن. طيب الحاجه الثانيه، هل في حاجه ثانيه ممكن يطلبها مني؟ ممكن يجي يقول لي ايه؟ ممكن يقول لي هات لي الريميننج ماس. يعني ايه remaining mass؟ او remaining mass of الاكسس. يعني ايه remaining mass من الاكسس؟ يعني من الاخر كده بيقول لك اللي اتبقى ده اتبقى منه قد ايه؟ يعني هو عايز يعرف الام جي اتبقى منه قد ايه. طب دي نعرفها ازاي؟ بص بقى نعرفها ازاي. شفت الرقمين الاخرانيين دول؟ الرقمين دول اللي هم الثلاثه والاثنين. الثلاثه والاثنين هتعملهم لي ماينس بعض، 3 ماينس 2. ادي الرقمين دول 3 ماينس 2. تمام؟ طيب هتعملوا بقى تايم ايه؟ تايم عدد المول بتاعت الاكسس. فين الاكسس؟ ده الاكسس اهو. عنده كام مول؟ عنده 1 مول. يبقى انت هتعملها لي تايم ايه؟ تايم 1. يبقى ساعتها اتبقى منه قد ايه؟ بقى منه 1 مول. طيب لو انت مش فاهم هتفهمها في الاكزامبل اللي جاي احسن. تمام حلو قوي. تعالى نشتغل على دول. بس هنا اول حاجه مش كاتب لك رياكشن. تعالى نحاول نكون الرياكشن. زنك رياكت ويز هيدروكلوريك اسيد. الزنك ده اللي هو زد ان، والهيدروكلوريك اسيد ده اللي هو بيتكتب اتش سي ال. طب انا مستر عرفت منين؟ غشيتها من الجيفن اللي عندي. ادي زد ان وادي اتش سي ال. طيب يبقى كده ادي زد ان بلس اتش سي ال، زي ما انت اخدت كده في الانتجريتد ساينس او في اعدادي ان ده الميتال بتخش تطرد الاتش وتقعد مكانها، فيدينا زد ان سي ال 2 ومعاها اتش 2. طيب تعالى نعمل البالانس. هنا البالانس سهل قوي. السي ال هنا كانت واحده وهنا السي ال كانوا 2، فبالتالي هحط هنا 2. جميل جميل. طيب تعالى بقى نغير الارقام عشان الارقام هنا قليله قوي. بص 2.5 جرام و3.5 جرام، فهنعمل تعديله كده فيها بسيطه بحيث ان الارقام تبقى احسن وما تقرفناش في الحسابات. تعالى نخلي دي مثلا، تعالى نخليهم هما الاثنين مثلا 100 جرام. هخلي دي 100 جرام وهنخلي دي هي كمان 100 جرام. فتعالى بقى ايه نتعامل معاها. بيقول لك conclude الليميتنج رياكتنت in the reaction لما تميكس 100 من ده مع 100 من ده. عايز اعرف مين فيهم الليميتنج رياكتنت. يلا زي ما متفقين عندك خطوه جيفن خطوه ايكويشن. النهارده احنا قلنا جيفن وايكويشن دي كتيره جدا. تمام؟ اللي هو خلاص اتحفظت. هكتب تحت ده ال 100 جرام بتوعه واكتب تحت ده ال 100 جرام بتوعه. ماشي زي ما متفقين من شويه. لما يبقى معاك ماس تكتب تحتها ايه؟ برافو عليك المولر ماس. تعالى نكتب المولر ماس بتاع مين؟ بتاع الزد ان. يبقى هتشد خط. اوكي تعالى نكتب المولر ماس بتاع الزد ان.
ادي المولر ماس بتاع الزد ان اللي هو 65، حط تحت 65. جميل جدا. الناحيه الثانيه هتكتب المولر ماس بتاعت الاتش سي ال اللي هو كاتبها لك على جنب كلها على بعضها 36.5، بس ما تنساش ان دول 2 مول، فتعملها لي تايم كام؟ تايم 2. 100 100. طيب تعالى نحسب بقى 100 على 65. تعالى نحسبها كده بالموبايل. الموبايل هيفصل، ممكن نطلع الكالكوليتر بتاعت دي. فين الكالكوليتر؟ دي ابلكيشنز. اوكي في هنا كالكوليتر، ايوه هي الكاسيو دي. لا خلينا في الكالكس دي اسهل. 100 ديفايد 65. انا هحسب الارقام بعد كده نروح نكتبها. هتطلع ايكوال ماشي 1.5. حلو 1.53 تمام. الثانيه كانت 100 على احنا هنمسحها تاني الكالكوليتر دي. 100 ديفايد 36.5 تايم 2 يعني 35 70 36 73 على 73. هتطلع كام؟ هتطلع 1.36 يعني واحدة 1.5 والتانية 1.36. طيب تعالى بقى نرجع للتانية. اوكي دي طلعت لي 1.53 والتانية 1.36 صح كده؟ ماشي ان شاء الله اكون نقلتهم صح على حسب ما انا فاكر. طيب زي ما اتعودنا، مش انت عملت ده ديفايد ده طلع لك رقم، ده ديفايد ده طلع لك رقم، هتبص على مين؟ الرقم الصغير. فين الرقم الصغير؟ الرقم الصغير هو ده، يبقى ده بالنسبه لي هو الليميتنج رياكتنت، وده بالنسبه لي هو مين؟ هو الاكسس. طب جيت قلت لك دلوقتي انا عايز اعرف الريميننج ماس. تعالى نحسب الريميننج ماس. يعني ايه الريميننج ماس؟ يعني اللي اتبقى ده اتبقى منه قد ايه؟ لان هو اتبقى منه اللي هو مين؟ اللي هو الزد ان، مش الزد ان اكسس. يعني ال 100 جرام اللي انت حاططهم دول ما تفعلوش كلهم، في شويه اتفعلوا وشويه ما تفعلوش. طب دي نعملها ازاي؟ زي ما اتفقنا، هتاخد الرقمين بتوعك اللي انت جبتهم في الاخر تعملهم ماينس بعض. 1.5 1.53 ماينس 1.36 هيطلع لك كام؟ 53 ماينس 36 يعني 14 و3 يعني 17، يعني يطلع 0.17. بس خد بالك اللي انت حسبته ده هو مين؟ هو مول. هو لو عايز الاكسس ماس اللي انت جبته مول، هتروح تعمله تايم المولر ماس بتاعت الزد ان اللي هي 65 عشان تحسبها بالماس. يبقى الريميننج ماس هتكون الماس او المول بتاعتك تايم المولر ماس اللي هي المول 0.17 تايم المولر ماس بكام؟ المولر ماس بتاع الزد ان ب 65 ايكوال اي رقم بقى مش هتفرق. بس تعالى نحسبها 0.1 غالبا هتطلع 6.5 7 يعني مجازا كده عشان مش معايا كالكوليتر هتطلع لك 7 جرام. تعال بص بقى تعالى اجيبها لك كده من الاول عشان تفهم ان الارقام منطقيه جدا. الراجل ده جه قال لك ان الزد ان هيحسب مع الاتش سي ال او هيرياكت مع الاتش سي ال. حطيت 100 جرام من هنا و100 جرام من هنا تمام كده؟ ماشي 100 100. حطيت ال 100 جرام وال 100 جرام زي ما احنا متعودين من النص الاولاني. معاك ماس نزل تحتها مولر ماس، ادي الماس وادي المولر ماس بتاعت الهيدروجين بتاعت الزنك اللي انا جايبها من هنا. طيب ماس اتش سي ال تحتها المولر ماس اللي هو 36 ونص اللي قايل لك عليها، بس هي الصوره تقريبا مبكسله. تمام 36 ونص اللي قال لك عليها تحت اهي، بس ما تنساش ان دول 2 مول فنزلتها هنا. عملت ده ديفايد ده هتطلع رقم، ده ديفايد ده هتطلع رقم. الصغير ليميتنج رياكتنت. طب اللي مش صغير ده الاكسس اللي اتبقى منه. فبيجي بعد كده في المساله بيقول لك هات لي الاكسس ده اتبقى منه كميه قد ايه. طيب تعالى نحسب الريميننج ماس. هتعملها ده ماينس ده تايم عدد المول بتاعت الاكسس دي. احنا ما كتبناهاش بس هي اصلا 1. طيب فين عدد المول بتاع الاكسس؟ ادي الاكسس وهو 1 مول، يبقى هتبقى كانها تايم 1 بس طبعا هنا مش هتفرق معانا. طيب طلعت ان الاكسس كان 0.17 مول، بس هو عايز الاكسس بالماس، فبالتالي انا عارف ان الماس هي المول تايم المولر ماس، فعملت المول تايم المولر ماس بتاعت الزد ان اللي هو الاكسس عندي الكميه الزياده منه هيطلع لي 7 جرام. يبقى ده معناه ايه 7 جرام؟ معناه ان ال 100 جرام اللي انت حطيتها في الرياكشن في 93 جرام منها عملوا رياكشن وفي 7 جرام بس هم اللي ما عملوش رياكشن. فهمت الفكره؟ طيب دي كده فكره الليميتنج رياكتنت. طيب تعالى ندخل بقى او ندخلها الليميتنج رياكتنت دي في حاجه ثانيه اللي هي مين؟ اللي هي الرياكشن ده.
طيب بص كده، تعالى نحل المساله دي ايه مع بعض. وقبل ما نحلها مع بعض استنى كده نعالج ايه مشكله البكسله دي عشان الشكل مبكسل. تعالى نشوف الاكزامبل ده وبرده نتعلم فيه حاجه جديده. اول حاجه هنا في given ناقص في المساله اللي هو السي equal 12 والسي ال ب 35.5. جميل جدا، دي 35.5 بس هي ايه معاقه شويه فممكن نكتبها 35.5. اوكي، دي الارقام بتاعت المولر ماس بتاعت الاليمنت دي. طيب تعالى نكتب الايكويشن عشان الكلام يبقى واضح. دي CH4 بلس 4Cl2 equal CCl4 بلس 4HCl. يلا بينا نقرا الكلام. وات از ذا ماس، اتفقنا زي ما احنا متفقين زي ما احنا ماشيين، جيفن وايكويشن. اي حاجه هيقولها لي في الجيفن هروح اكتبها تحت الحاجه بتاعتها. يلا بينا كلام الجيفن. وات از ذا ماس بتاع CCl4. اسمع الكلام، CCl4 اهو عايز يحسب له ايه؟ عايز يحسب له الماس، فبالتالي هكتب تحتيه كلمه ماس وكويتشن مارك. اللي produced from mixing 1.2 مول من الميثين، ادي الميثين اللي هو CH4 هنكتب تحتيه 1.2. ما تنساش اليونت عشان تبقى فاهم الرقم ده هو رقم ايه بالظبط. طيب مع 111 مول من الكلورين، ده الكلورين اهو واكتب تحتيه 111 مول. جميل جدا، يلا نكمل زي ما احنا عارفين. هتكتب كلام الايكويشن، ده مول هتنزل تحتيه مول. فين المول؟ ده 1 مول يبقى خلاص هكتب تحتيه 1. طب ده مول هتكتب تحتيه مول. فين المول؟ 4 مول، هنا 4 مول. طب هنا مش ده ماس، هتكتب تحتيه المولر ماس بتاع CCl4 اللي هو تعالى نحسبه على جنب. CCl4 هيطلع كام؟ هيطلع واحده سي ب 12 و4 Cl عشان هو CCl4 يعني 35.5 ملتبلاي كام؟ ملتبلاي 4. هتطلع الحته دي كلها ب 154 جرام. هكتبها بس هنا جاهزه 154 جرام علشان واحنا بنعمل كروس مالتيبيكيشن ما تتلخبطش. طيب وهنا بقى يا صديقي ركز لي جدا 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 في اللي هيحصل ده. وخليني اسالك سؤال. هنا شايف ان في حاجه غريبه؟ يعني هنا كده في اللي احنا كتبناه في حاجه غريبه؟ هتقول لي لا احنا كاتبين كل حاجه صح. لا مش هقول لك، مش قصدي ان هو صح ولا غلط. في هنا حاجه غريبه غير اللي احنا كنا بنعمله كل مره. هتقول لي عارف ايه الحاجه الغريبه؟ ان انت هنا كاتب كام عمود؟ انت كاتب هنا 3 عواميد، ده وده وده، صح كده؟ يبقى انت عندك دلوقتي 3 حاجات المفروض ان انا اعمل بيهم كروس مالتيبيكيشن، وده ما كانش الطبيعي. انا من شويه وكل المسائل اللي احنا حلناها من اول الفيديو لحد دلوقتي كنا بنلاقي حاجتين مكتوبين، كنت بتحط ما بينهم ايكوال وتعملهم كروس مالتيبيكيشن، صح هو ده اللي بيحصل. طب هنا بقى 3 عواميد المفروض ان انا اعمل فيهم ايه؟ اهم عمود فيهم هو الفيل انون. طب انا دلوقتي اتصرف ازاي؟ اخد العمود ده مع ده، يعني اخد دول مع بعض، ولا اخد ده مع ده؟ اعمل فيهم ايه؟ كنت بشرح الدرس ده من يومين، ففي بنت بتقول لي ايه؟ بتقول لي طبعا يا مستر هناخد ده مع ده. بصيت لها كده قلت لها اشمعنى يا جنى يعني ده مع ده؟ هو ده مع ده هو صح يعني عشان هنفهم دلوقتي ليه. فبصيت لها كده قلت لها هو اشمعنى ده مع ده؟ قالت لي عشان ده وده قريبين لبعض انما ده وده بعاد عن بعض. ده كان رياكشن وشي بالظبط في الموضوع. فتحس ان هو ايه قريبين من بعض، تحس ان هو محل احنا رايحينه اللي هو ايه ده قريبين من بعض. طبعا يعني ما تفكريش تاني يا جنى، ما تعمليش حاجه تاني. فده وده ولا ده وده بناء على ايه؟ بناء على ان انا هقول لك عليه، بناء على الليميتنج رياكتنت. موضوع الدرس اصلا ايه ده؟ هما الاثنين دول فيهم ليميتنج رياكتنت طبعا، ما هو ده او ده هو ده الليميتنج رياكتنت، فانا هتعامل بالليميتنج رياكتنت مع الانون اللي انا عايزه. مستر مش فاهم، تعالى افهمك الموضوع. مش انت دلوقتي انسى الانون الناحيه الثانيه، انسى كده ان احنا عايزين الحته دي. مش احنا لسه الشكل ده كاتبينه من شويه؟ هتقول لسه كاتبينه من شويه، كنا بنعمل ده ديفايد ده ونطلع الرقم وده ديفايد ده نطلع الرقم. هقول لك بس زي ما انت كده كمل معايا. ده ديفايد ده يطلع لك كام؟ يطلع لك 1.2. ده ديفايد ده على الكالكوليتر يطلع لك 0.27. مين الرقم الصغير؟ الرقم الصغير هو ده، يبقى ده بالنسبه لي الليميتنج رياكتنت، صح كده؟ فهمت الفكره؟ ماشي، تعالى بقى نكمل. دلوقتي انت الانون بتاعك ده ديبندنج على مين؟ ديبندنج على الليميتنج رياكتنت. التاني ده ملوش اي لازمه لان هو هيتبقى منه شويه حاجات، فلو انا عملت ديبندنج عليه الرقم اللي هنا هيطلع لي رقم غلط.
مستر مش فاهم. تعالى افهمها لك تاني بنفس الاكزامبل الفينو والسوسيس اللي احنا كنا بادئين بيه الحصه. مش احنا دلوقتي لما قررنا ان الفينو هو الليمتنج رياكتنت عرفنا ان اللي هيتكون 4 سندوتشات بس؟ هتقول لي الكلام ده كان ديبندنج على مين؟ ديبندنج ان الفينو كان 4 بس، فانا قدرت احسب عدد السندوتشات على الليمتنج رياكتنت اللي هو هنا كان الفينو. طب اعكسها بقى، لو انا حسبت ديبندنج على السوسيس، مش السوسيس كان 5؟ هتقول لي طيب الفينو بقى، هل الفينو طلع لك 5؟ لا. يبقى لو انت حسبتها على السوسيس اللي هو ما كانش الليمتنج رياكتنت الناتج هيطلع لك غلط. فهمت الفكره؟ يبقى الليمتنج رياكتنت هو اللي بيتحكم لك في البرودكت مش الاكسس. عشان كده انت هتساوي ده بده، يبقى كده ال 1.11 ديفايد ال 4 ايكوال الماس ديفايد ال 154، هتطلع لك الاجابه اللي هي مين؟ الاجابه اللي هي دي. طيب في هنا حل تاني برضه هقوله لك، والله عجبك اشتغل بيه. في ناس بتعمل ايه؟ او في الحل التاني ايه بقى؟ ده another solution. ممكن نعمل ايه؟ في ناس ممكن نعمل ايه؟ نعمل 2 كروس مالتيبيكيشن، يعني اخد ده مع ده اطلع رقم زي ما احنا عملناه كده، واخد ده مع ده اطلع رقم. الرقم الاصغر هيكون هو الرقم الصح، في الحاله دي هيطلع لك هنا مع هنا 42، ولو اخدت ده مع ده هيطلع لك 185. مين الرقم الصغير؟ طبعا الرقم الصغير هو ال 42 اللي هو الليميتنج رياكتنت. فهمت الفكره يا صديقي؟ طيب علشان انا ابقى عملت معاك الواجب والزياده هنعمل ايه؟ هنحل اخر اكزامبل في الموضوع ده عشان نلم بقى ايه الدنيا. طيب وبرضو اقول لك برضو على تركايه تانية خد بالك منها. هنا في المساله دي تعالى نفكر كده مع بعض في الموضوع ونجيب الكرسي علشان نفهم كده انا عايز اقول لك ايه. خليني اسمح لي اسالك سؤال كده. هل في المساله دي انا جيت قلت لك احسب لي الليمتنج رياكتنت؟ يعني بص كده تعالى نقرا المساله مع بعض. What is the mass of CCl4 which is produced من mixing ميثين مع كلورين؟ في ليمتنج رياكتنت في الموضوع؟ تقول لي لا مفيش ليمتنج رياكتنت. هقول لك تمام. طيب هل الراجل قال لك احسب لي الاكسس ماس زي ما كان بيحصل من شويه؟ هتقول لي لا مفيش. طب على الرغم من كده احنا حسبنا الليمتنج رياكتنت. ايه ده؟ طب انا اعرف منين بقى؟ وليه حسبت الليمتنج رياكتنت؟ واعرف ازاي ان هنا انا محتاج احسب الليمتنج رياكتنت؟ بص يا صديقي من النوت دي، ركز كده في النوت دي. لو لقيت ان انت قبل السهم كتبت رقمين بايدك، يعني لو انت لقيت ان قبل السهم ده وده تحتهم ارقام اللي انت شايفها دي، تعرف على طول ان الاثنين دول فيهم واحد اسمه ليمتنج رياكتنت. فممكن ناخدها كده نوت عندنا جميله بتقول لو لقيت قبل السهم رقمين تعرف على طول ان انت هتحسب الليمتنج رياكتنت. تاني كده خد نوت عندك بتقول لك لو انت لقيت قبل السهم رقمين، يعني انا كاتب رقم وجنبه رقم والاثنين كانوا قبل السهم، يبقى تعرف ان انت لازم تحدد مين هو الليمتنج رياكتنت. فهمت الفكره؟ دي نوت عندك. تعالى اخر اكزامبل في الموضوع ده عشان تبقى فهمته تماما. وبرضه خد بالك من حاجه تانية، ان هو هنا كنت هتحسب الليمتنج رياكتنت بشكل غير مباشر عشان يطلع لك اجابه صح، لكن هو مش هيجي في المساله يقول لك احسب لي الليمتنج رياكتنت. طيب وبرضه نوت ثالثه معلش استحملني في الحته دي. اول ما تلاقي ان انت 3 عواميد مكتوبين، يعني انت كتبت 1 2 3، تعرف على طول ان انت لازم تحسب الليمتنج رياكتنت. طيب اكزامبل اخير نلم بقى فيه الدنيا دي كلها علشان تبقى الدنيا تمام معاك. يلا بينا. قال لك هنا؟ قال لك احنا هنا هنحتاج كالكوليتر. طيب يلا بينا نحاول كده فيها واحده واحده. اول حاجه مديك الايكويشن، قال لك an experiment is carried out about the reaction من الكربون with السيليكون دايوكسيد اللي هو ده to form سيليكون كاربايد وكربون دايوكسيد. حكى لك يعني الرياكشن من الاخر. قال لك calculate the mass of silicon carbide. اسمع الكلام اللي يقول لك عليه روح اعمله. فين السيليكون كاربايد؟ اهو السيليكون كاربايد. the mass of silicon carbide قال لك احسبه لي، فجيت تحتيه وكتبت كتبت ماس وانون علامه استفهام. which produce من الرياكشن بتاع 400 جرام من الكربون مع 400 جرام من السيليكون. هكتب تحت ده 400 جرام واكتب تحت ده 400 جرام هو كمان. دي 400 برضه بس بقت مشبكه. طيب 400 و400 استنى نمسحها عشان تبقى شكلها احسن شويه. ادي 400 400 يا ريتني ما مسحتها شكلها طلع اوحش.
ممكن نعملها تاني اخر مره ان شاء الله ان شاء الله. ايوه بس كده. طيب ادي 400 و400. فاكر يا صديقي قلت لك ايه من شويه؟ لو لقيت نفسك كتبت الرقمين قبل السهم تعرف على ان انت لازم تحسب ايه؟ لازم تحسب الليمتنج رياكتنت. فهنا لازم نحسب الليمتنج رياكتنت بس هكمل بقى عادي. معانا ماس هنكتب تحتيه المولر ماس بتاعت مين؟ بتاعت الكربون بكام؟ ب 12. هكتب تحتيه المولر ماس بتاعت الاس اي او 2. هي مش مكتوبه على جنب؟ مش مكتوبه. طيب تعالى نزودها لك. اس اي ب 28، السي ب 12 ناقص مين؟ اكسجين ب 16. دي طبعا ارقام جيفن، هي ناقصه من المساله بس ما تقلقش هي معاك في المساله. طيب يلا بينا. اوكي 40 ديفايد 12 وال 400 ديفايد اس اي ب 28. تعالى نحسبها على جنب عشان ايه ما نبوظش الشكل هنا. انا عايز احسب اس اي او 2. اس اي ب 28. الاو 2 يعني 16 ملتبلاي 2. 28 و32 يعني 60. يعني الراجل ده كله على بعضه كده ب 60. فاكتب هنا 60. في مول انزلها؟ لا، هنا 1 مول وهنا 1 مول زي الفل. الناحيه الثانيه الماس نفس الكلام، هكتب تحتها المولر ماس بتاع الاس اي والسي. الاس اي 28 والسي 12 يبقى اس اي سي هيساوي 28 بتاعت الاس اي و12 بتاعت السي يعني التوتال 40. فهكتب هنا كام؟ هكتب هنا 40. فاكر الشكل ده يا صديقي؟ اتكرر معانا من شويه. 3 عواميد، اكيد مش هعمل كروس مالتيبيكيشن ب3 عواميد، هكتب كروس مالتيبيكيشن بايه؟ بعمودين بس. اخد ده مع ده ولا اخد ده مع ده؟ طبعا هنا مش هنسمع كلام جنى، مش مع القريب، مش محل هو، فبالتالي هنروح لمين؟ للليميتنج رياكتنت. فين الليميتنج رياكتنت في الموضوع؟ الليميتنج رياكتنت هنحسبه 400 ديفايد 12 ولا 400 ديفايد 60؟ تعالى نحسبها بالارقام. 40 على 6 لا مش هتطلع لنا رقم مائل. طيب تعالى نحسبها كده بالكالكوليتر. نحسبها 400 على 12 حسبناها طلعت 333 وهنا طلعت 6. طبعا مين الرقم الصغير؟ اكيد ال 6. يبقى مين الليمتنج رياكتنت؟ بالصدفه طلع القريب، بالصدفه، لكن ده مش معناه ان كلام جانا صح، مش القريب ده ايه؟ بالصدفه. فبالتالي هتعامل مع مين؟ هتعامل مع الاثنين دول. نغير اللون عشان تبقى فاهم. يبقى ده كده ايكوال ده، حط لي ما بينهم ايكوال واحسب لي ايه؟ احسب لي الماس. يبقى تعالى نحسب الماس، هنحسبها هنا. يبقى الماس بتاعه اللي احنا عايزين نحسبه اللي هو الاس اي سي هتساوي 400 تايم 40 ديفايد 60. 400 تايم 40 ديفايد مين؟ ديفايد 60. هتطلع بكام؟ وات ايفر بقى، يعني ممكن نحسبها بس ايه وات ايفر يعني الناتج هيطلع بكام، بس تعالى نحسبها. تطلع 266 266.6 جرام. كده انا حسبت الماس بتاع الاس اي اللي هو ايه؟ اللي هو طلع. طيب طالب مني بقى مطلوب تاني، بيقول لي calculate the mass of the substance remain in reaction without reaction. الماده اللي اتبقت. طب ما الماده اللي اتبقت دي بنجيبها ازاي؟ الماده اللي اتبقت اكيد هتبقى من السي لان هو اللي كان اكسس، ده الليميتنج رياكتنت وده مين؟ وده الاكسس. طيب الماده اللي اتبقت هتجيبها ازاي؟ يبقى الماس remaining هتكون ايكوال ده ماينس ده زي ما اتفقنا 33.3 ماينس ال 6.66 بس ملتبلاي عدد المول بتاعت الاكسس اللي هي بالصدفه لثالث مره هتطلع 1 مول. مش عارف ليه مش راضيه تطلع اكتر من كده، او يعني ما جاتش ايكويشن، يبقى هنا الرقم مختلف عن ال 1 مول. ملتبلاي 1 اللي هو عدد المول بتاعت مين؟ بتاعت الاكسس. هيطلع طبعا هنا الرقم بالمول. لو هو عايز الماس هتروح تعملها تايم المولر ماس بتاعت السي، بس انا هكملها لك برضه. طيب تعالى نحسبها. 33 ماينس رقم 33.3 ماينس 6.66 هتطلع كام؟ هتطلع 26.46. الرقم اللي طلع لي ده مول ولا جرام؟ لا هي 64. مول ولا جرام؟ طبعا مول. طب انا مش عايزها بالمول، انا عايزها بالجرام، مفيش مشكله. انا عايزها بالجرام. يبقى الماس بتاعه السي هتساوي المول بتاعها اللي انت لسه مطلعه اللي هو 26.64 ملتبلاي مين؟ ملتبلاي المولر ماس بتاعها اللي هو بكام؟ اللي هو ب 12. يبقى الرقم اللي طلع لنا ده هيكون ملتبلاي ال 12. هتطلع كام؟ هتطلع 319.6 جرام.
0.68 جرام. طيب وتعالى نتشيك الرقم ده منطقي ولا مش منطقي. ايه ده؟ ازاي اعرف يا مستر؟ تعالى افهمك بقى معلومه. ازاي اعرف الرقم ده منطقي ولا مش منطقي؟ تعالى بالعقل. انت حاطط من الكربون قد ايه؟ حاطط 400 جرام. اتفاعل منهم قد ايه؟ اتفاعل منهم شويه، اتبقى منهم قد ايه؟ اتبقى منهم 319. فده رقم منطقي جدا لان انت حاطط منه 400 واتبقى منهم 319، بمعنى كده ان اللي اتفاعل كان تقريبا 80 جرام تقريبا او 81 جرام. فهمت الفكره؟ يبقى احنا كده عملنا كل حاجه في المساله ممكن ايه نتخيلها. نسمري بقى الكلام ده كله. انا دلوقتي مطلوب مني ايه في المساله؟ مطلوب منك حاجه بسيطه، ان انت تروح تشوف فيها ايكويشن ولا ما فيهاش. فيها ايكويشن يبقى انت هتعمل كل الشغل اللي احنا عملناه النهارده او حتى جزء منه يعني. طيب ما لقيتش فيها ايكويشن يبقى انت هتعمل شغل بتاع المره اللي فاتت، وهتلاقي في المساله بيكلمك عن حاجه واحده. احسب لي مثلا المول بتاعت الكربون دايوكسيد جاز، احسب لي الفوليوم بتاعت اكسجين جاز، وهكذا. بيتكلم عن حاجه واحده. انما هنا حتى لو هو مش كاتب لك ايكويشن هتلاقي ان في حاجات هترياكت مع بعض. فشوف بقى هو على حسب هو طالب منك unknown وخلاص، ولا طالب منك unknown وفي النص كده من غير ما تاخد بالك حاطط لك ان انت لازم تحسب الليميتنج رياكتنت. فهمت الفكره؟ برضه الكونكلوجن، امتى اعرف ان انا هحسب الليميتنج رياكتنت وامتى اعرف ان انا مش هحسبه؟ طول ما هم عمودين بس خلاص ما تحسبش ليميتنج رياكتنت، لكن طول ما هم 3 عواميد لازم تروح للعمودين اللي قبل السهم تشوف مين هم الليميتنج رياكتنت او مين فيهم الليميتنج رياكتنت، فبالتالي تحسب بناء عليه او هو ده اللي هتساويه بالانون. فهمت الفكره؟ اتمنى يا صديقي ان انا ان شاء الله اكون فدتك النهارده، وما تنساش دايما ان انت تشترك في القناه وتشير الفيديو لاصحابك عشان يوصل لاكبر عدد من الناس اللي فعلا محتاجه تستفيد بفرصه عظيمه زي كده، ان انت ينزل لك محتوى كامل، محتوى محترم متعوب عليه، ما بنبخلش فيكم فيه على اي معلومه. فطبعا احنا نستحق ان شاء الله ان احنا نوصل لاكبر عدد من الناس، ولو انت كنت دور في ده او ليك دور في ده فان شاء الله يبقى ليك جزء من الاجر والثواب ان شاء الله. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجديد، ودايما تابعونا بكومنتاتكم الحلوه، ودايما تابعونا وابعتوا لنا اي حاجه انت عايزها، واحنا عينينا الاثنين ليكم، والسلام عليكم.